اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك لك الحمد يا رب حمدا ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكبريائك وإفضالك وإحسانك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه زكاه ربه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون بالله ورسوله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه اتقوا الله أيها المؤمنون فإن التقوى سبب سعادتنا الدينية والأخروية والاجتماعية والاقتصادية اتقوا الله فإن من وجد التقوى فقد وجد كل شيء ومن فقدها فقد فقد كل شيء اتقوا الله فإن التقوى خير زاد يقدم به العبد على مولاه وخير ما يدخره وخير ما يؤخره وخير ما يقدمه يقول رب العزة جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه يا عبد الله غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا خادم الجسم ويا عبد الله يا خادم الجسم كم تشغى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران يا عبد الله أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها فإنك بالنفس لا بالجسم إنسان واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان ويا حريصا على الدنيا يجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان لا تغترر يا عبد الله بشباب خضر نضير فكم تقدم قبل الشيب شبان فكم تقدم يا عبد الله كم تقدم يا عبد الله قبل الشيب شبان هي الدنيا يا عبد الله تقول بملء فيها حذار حذار من بطش وفتك فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي أحلام نائم يا عبد الله الدنيا أحلام نائم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع أراها يا عبد الله وإن كانت تحب فإنها فإن الدنيا الزائلة الذاهبة التي هي دار ممر لا دار مقر ودار زوال لا دار مقام الدنيا يا عبد الله الدنيا وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع الدنيا يا عبد الله الدنيا يا عبد الله سحابة صيف عن قليل تقشع أين الملوك التي كانت لعزتهم من كل أوب إليها وافد يفد أين الملوك أين الملوك الذي حكموا هذا العالم غربه وشرقه أين ذهبوا أين راحوا أين الملوك التي كانت لعزتهم من كل أوب إليها وافد يفد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أيها المؤمنون بالله ورسوله أيها المؤمنون بالله ورسوله نحن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتا للإحرام به التي جعلها الله ميقاتا للإحرام به وسببا للنسك فيها فالحج أيها المؤمنون بالله ورسوله فريضة هائلة ومعلم بارز في تاريخنا الإسلامي فالحج جهاد في سبيل الله لأنه يتعب فيه البدن وينفق فيه المال ويترك من أجله الأهل والأولاد والعباد إجابة لداعي الله وتلبية لنداء خليله إبراهيم حيث يقول جل في علاه
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أيها المؤمنون بالله ورسوله، قد وردت في فضائل الحج وأهميته على الفرد والمجتمع في حياتنا الدينية والدنيوية والاجتماعية أحاديث وآثار وأخبار لا تحصى ولا تعد. فمنها ما يرويه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقد سئل المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: بأبي هو وأمي أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أيها المؤمنون بالله ورسوله هو الذي لا تخالده معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، هو الذي لا يخالده الرياء، هو الذي كان المال الذي أنفق به مالا طيبا حلالا مكتسبا من وجه شرعي، هو الذي لم يفسق به، هو الذي لم يرفث فيه، هو الذي لا يخالده ذنب أبدا. هذا هو الحج المبرور الذي يحدثنا عنه المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. واعلموا جيدا أيها المؤمنون بالله ورسوله أن الحج والعمرة لا يجبان في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، لما يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه حتى قالها الرجل 3 مرات، أي أعاد الرجل كلماته 3 مرات. ثم قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ينبغي لمن كانت عنده فسحة مالية واقتصادية أن يتعجل إلى فريضة الحج والعمرة وزيارة قبر المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه. ثبت في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. وقد رأينا في عصرنا الحديث كثيرا من التجار والأغنياء يؤخرون ويسوفون فريضة الحج حتى تعاجلهم المنية، حتى يعاجلهم الموت، ثم بعد ذلك يقتسم الورثة
فيما بينهم المال الذي لم يحج عنه ولم يؤد عنه فريضة الله، فتكون العقوبة والسخط والغضب من الله على قبره إن لم يعفو عنه الله بفضله وإحسانه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ينبغي للحجاج والمعتمرين ووفود الرحمن قبل أن يذهبوا إلى زيارة بيت الله الحرام أن يتعلموا فقه وأحكام الحج والعمرة والزيارة، فإن من يذهب إلى زيارة بيت الله الحرام ولم تكن عنده معلومة تكفيه في عبادته فسوف يرجع إلى بلاده بدون جدوى، سوف يرجع إلى بلاده بدون جدوى، لأن العمل بدون علم لا يصح. العمل بدون علم لا يصح، فهو كالرغم على الماء. فلنتعرض لأحكام موجزة من أحكام الحج والعمرة. فالحج له أركان وواجبات ومكروهات وسنن وهيئات ومحظورات. فمن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق وترتيب معظم الأركان. ومن واجبات الحج أيها المؤمنون بالله ورسوله الإحرام من الميقات والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات واجتناب المحرمات التي حرمها الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ينبغي للحجاج والمعتمرين ووفود الرحمن أن يراعوا هذه الأحكام وهذه الآداب التي قد شرعها الشارع. وينبغي للحجاج والمعتمرين أيضا أن يستحضروا إذا دخلوا تلك البلاد المقدسة وتلك الأراضي المباركة أن يستحضروا عظمة هذا الموقف، وأن يستحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى في تلك المواقف الشريفة، وأن لا يشتغلوا بكلام الدنيا واللغو والرمز واللمز إلى غير ذلك من الآداب إلى غير ذلك من نقص في الآداب التي قد تفضي إلى سخط الله وغضبه في تلك المواقع الشريفة. ولقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن امرأة شامية قد زارت بيت الله الحرام، فكانت كلما تقرب من البيت تقول: أين بيت ربي؟ لأن رؤية البيت تشوق إلى رؤية الله، ومحبة البيت تشوق إلى محبة الله عز في علاه. فما زالت تلك المرأة تقول: أين بيت ربي؟ فلما قربت إلى البيت قيل لها: هذا بيت ربك، فألصقت جبينها على الكعبة المشرفة المفضلة، فما رفعت إلا ميتة محبة وشوقا إلى الله جل في علاه. ولما حج أبو بكر الإمام الشبلي لما حج بيت الله الحرام قال قولته المشهورة: هذه ديارهم وأنت محب، فما بقاء الدموع في الآماق. هذه كانت عادة سلفنا الصالح ودأب عباد الله الصالحين. فليراعي المعتمرون والحجاج ووفود الرحمن
آداب تلك البقاع المقدسة والأراضي المفضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا الله وتوبوا إليه وأنتم موقنون بالإجابة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه، فإن أجسادكم على النار لا تغوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ما زلنا نتجول في مواسم الحج والعمرة والزيارة، فيؤدى النسكان على أوجه ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. فهذه هي الأوجه التي قد شرعها الشارع أن تؤدى هذه الفريضة الهائلة، وأفضلها الإفراد، لأن رواة الإفراد أقرب الناس من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمنهم جابر، ورواية جابر ثابتة في صحيح مسلم، ومنهم ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: قد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يمسني لعابها. ومن رواة الإفراد أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقربها من رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه معلوم ومعروف. وقد حج الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكلهم قد أفردوا كما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع. وكذلك عمر بن الخطاب قد حج بعد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه 10 حجج، وكلها قد كانت مفردة. وهذه من أكبر الأدلة التي تدل على أن الإفراد أفضل أنواع الإحرام. أيها المؤمنون بالله ورسوله، هناك أخطاء قد يرتكبها بعض الحجاج والمعتمرين والزائرين، ننبه من هنا. من تلك الأخطاء أن بعض الحجاج يرتكبون محرمات الأحرام من التطيب واللبس المنهي عنه، ثم لا يعطون الفدية، فيرجعون إلى بلادهم بدون جدوى. ومن تلك الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الحجاج ووفود الرحمن أنهم يشتغلون فيما بينهم بالأمور السياسية والقبلية والقيل والقال. ولقد رأيت أنا رجلا في موقف عرفة وهو يدخن يشرب الدخان في تلك البقاع المقدسة والأراضي المفضلة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد ذكر بعض العلماء أن جريمة واحدة أو معصية واحدة ترتكب في حرم الله تعدل 70 ذنبا عند الله جل في علاه. أيها المؤمنون بالله ورسوله، فاتقوا الله وراعوا هذه الآداب، ولا تضيعوا جهودكم وأموالكم في غير ما لا يعود نفعه إلى دنياكم وأخراكم. أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى، لقول الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات ويا مستجيب الدعوات ويا كاشف الكروبات، أصلح أحوالنا يا رب وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، واكشف كروبنا وكروب المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في الجنة. اللهم اجعلنا من متبعيه ومن حزبه ومن جماعته يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم احينا على ملة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، وامتنا على سنته، واجعلنا من حزبه ومن متبعيه، واحشرنا تحت لوائه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال. اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم وصفوفهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمتهم وصفوفهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين في اليمن، وانصر إخواننا المسلمين في ليبيا، وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر جميع أمة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم المغفرة والرحمة والعتق من النار. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم مغفرة ورحمة وعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم مغفرة ورحمة وعتق من النار
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم فرح وسرور وحبور يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم فرح وسرور وحبور وقضاء الحوائج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا اليوم يوم هدى ونور وقبول وإجابة ونصر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد مددنا أيدينا إليك يا خير من مدت إليه يده. اللهم قد مددنا أيدينا إليك يا خير من مدت إليه يده. اللهم قد مددنا أيدينا إليك يا خير من مدت إليه يده. يا خير من مدت إليه يده. يا خير من مدت إليه يده. ويا خير مسؤول ويا خير المعطي ويا خير من يلتجأ إليه ويا خير من يستغاث به. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا يا رب العالمين. اللهم يا خير المغيثين فأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا سالمين معتوقين مغفورين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.